عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد كيتجدد بكم اللقاء على قناة لغز جريمة. قبل ما نغوص في أعماق هذه القضية أو هذه الجريمة اللي جرات الأطوار ديالها بمدينة برشيد أو عاصمة ولاد حريز، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير. والأصدقاء الجداد اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم جديد القناة. قضية اليوم جرت الأطوار ديالها سنة 2013. هذا واحد الفلاح اللي الاسم ديالو الحاج أحمد. الحاج أحمد فلاح جاء في المنطقة ما بين برشيد ومدينة سطات، عنده أراضي شاسعة، فلاح عنده الكسيبة ديالو وكيحرث الأراضي، عنده ولد واحد رزقه الله ولد واحد. هاد الولد واحد ديالو دخل للدراسة، ولكن من بعد ما وصل للمرحلة ديال الثانوي بغى يلتحق بالبكالوريا ديالو، فالام ديالو فكرت ليه هنايا وصيفطاتو عند الخاله ديالو بمدينه برشيد. هاد الولد اللي كان الاسم ديالو اشرف، فالخاله هنا ما رفضتش هاد الطلب، رحبت بالفكره، والام ديالو رسلاتو عند الخاله ديالو. بقى كيتابع الدراسه ديالو، ولكن شنو اللي غيوقع هنايا؟ غدوز غير واحد سنتين، الام غتصاب بواحد المرض، مرض خبيث، فلزمها الفراش. وهنا الاب شنو اللي غيدير؟ مشى لواحد الدوار قريب منه وجاب واحد البنت كيعرفهم، يعني سول عليها وداك الشيء، ولات كتخدم عنده كخادمه، لان الزوجه ديالو ما بقاش كتقوم بالمهام ديال البيت. كما كنعرفوا ان الحاج احمد فلاح وكيشد الخدامه، خاص اللي غيطيب ليه، خاص اللي زائد انه كيمشي للاسواق كيبيع ويشري، كيدخل على الجلبه كبيره، ما كيخلي جميع الاسواق كيمشي لها ديال النواحي. هنا اشنو اللي غيوقع؟ فمن بعد ما ان الام شدت الارض، فالابن ديالها رجع ولا كيقابلها، فتبرزت، ما بقات كتبان له لا دراسه ولا هم يحزنون. بقى كيشوف الام ديالو انها كتموت عرق بعرق. قدر الله ما شاء ان الام توفات. هنا اشرف بقى مع الاب ديالو، وهنا شنو اللي غادي يجرى؟ فمن بعد ما توفات هاد الزوجه ودازت مراسم ديال العزاء ودازت الربعينيه، غدوز تقريبا واحد 3 ديال الشهور، فالحاج احمد غيتقدم للخطبه ديال هاد البنت واللي كانت الاسم ديالها كوثر، كانت غايه في الجمال. فتقدم بالفعل كوثر، وافقت على هاد الطلب ديال الزواج واخا فارق السن، لان العائله كتشوف ان هذه دجاجه بكمونها وما يمكنش يفلتوا الحاج احمد. وكما كيقول المثل المغربي، خيرنا ما يدي غيرنا. هنا اشنو اللي غادي يجرى؟ فالحاج احمد ما دارش شي عرس، عيط غير الناس اللي كيعرفهم والعائله ديالو، وعيط على الطلبه ودار العقد مع الزوجه ديالو. فهنا بقات الامور غاديه بخير وعلى خير. اش غيجرى هنا؟ واحد الصباح ناضت الزوجه ديال الحاج احمد والابن ديالو اشرف كيقلبوا على الاب ديالو. مشاو لاحد الاسواق القريبه منهم، كيسولوا عليه البياع والشرايه، قالوا لي مودي راه بالصباح هز السياره ديالو البيكوب، ولكن راه ملي كنتصلوا به ما كيجاوبناش، ملي كنعيطوا كنلقاو الهاتف ديالو مقفل. ولكن هنا هاد البياعه والشرايه قالوا لي مودي راه الحاج احمد ما شناش في السوق كاع، ما كاينش اليوم. المهم اشرف والزوجه ديال الاب ديالو رجعوا للدار، ولكن قبل ما يرجعوا للدار عرجوا على اقرب مركز للدرك الملكي بالمنطقه ديال برشيد، بغا يديروا بلاغ لفائده العائله. هنا الدرك الملكي ما قبلوش هاد البلاغ ديالهم، لكون ان السيد ماشي قاصر. قال لي ما ودي السيد راه كبير وبالعقل ديالو تدوز 24 ساعه. وبالفعل من بعد ما مرت هذه 24 ساعة فبلغوا اختفاء لفائدة العائلة. شنو اللي غيجرى هنا؟ دازت تقريبا المدة ديال 3 ديال الشهور ولا أثر ظهر للحاج أحمد، لأن الاختفاء ديالو ما بانش. هنايا بقات الأمور غادية بخير وعلى خير ما بين الزوجة والابن أشرف، بقاو مقابلين ديك الكسيبة
وغادية الأمور، ولكن شنو اللي غيجرى هنايا؟ فهاد أشرف مرة كيهبط لشي حانوت قريب من الفيرما ديالهم، كيمشي كاين واحد الحانوت ديال واحد الدوار، كيجيو ليه الشباب ديال داك الدوار كيقصروا فيه تما، كيلعبوا الكارطة، كيرفهوا عن النفس. المهم الحاجة اللي لاحظ أشرف أن كل ما قرب من هاد المجموعة ديال الشباب ديال الدوار اللي كيكونوا في الحانوت غير كيشوفوه وكيسكتوا، كيضربوا الطم. هنا دخلوا الشك، وهنا وهو يسول واحد الصديق مقرب منه، قال له ودي ما كاين ما ننكر عليك، راه الزوجة ديال الأب ديالك راه دائما كيجيبها واحد السيد في السيارة ديالو، كيديها عاود كيجيبها، كتمشي معاه تقريبا واحد ساعتين ولا 3 وعاود كيردها. فهنا هاد أشرف تصدم من هاد التصرف ديال الزوجة ديالو، وهنا غيدير عليها المراقبة، وبالفعل راقبها هو وداك الصديق ديالو وأحد شباب الدوار، وبالفعل شافها مني مشات مع داك مول السيارة وانتظرها حتى ترجع. في الوقت اللي رجعت حطها مشات للدار ديال الفيرما، هنا كيتبعها للدار وهنا كيوبخها، كيعطيها كيسبها اشنو اللي كديري اشنو اللي كتفعلي. ولكن هي هنا دارت فيه، قالت لي انا ما يمكنش ليا انني نبقى مرهونه، وانني راه بغيت نتزوج والاب ديالك راه توفى ودازت الربعينيه ودازت المده ديال 3 اشهر ولا 4 ديال الاختفاء وما بان ليه اثار، انا ما نبقاش مرهونه. وهنا قال لها واش عارفه شنو اللي كديري؟ قالت لي ما عارفه والو، ولكن قال لها انا غنوريك شنو اللي غدير. ولكن هي هنا قالت له جري طوالك وجري جهدك، شنو اللي غادي دير؟ هنا اشنو اللي غيجري؟ هاد اشرف غيمشي عند الدرك الملكي وغيبلغ، غيقول لهم ودي راه الاب ديالي راه حنا اللي قتلناه وبلغنا عن الاختفاء ديالو. هنا الدرك الملكي كيتفاجئوا، فكيقول ليه واش عارفه شنو اللي كتقول؟ قال لي ودي انا راه عارف اش كنقول، وهذاك راه الاب ديالي، كيما جيت بلغت على الاختفاء ديالو راه جيت كنبلغ على القتل ديالو. قال لي ودي لان هاد العلاقه راه كانت قبل، قال لي ودي راه انا والزوجه ديال الاب ديالي راه كنا في علاقه قبل ما يتزوج بها الاب ديالي، لان هاد اشرف قبل ما يتزوج الاب ديالو بهاد كوثر كان معاها في علاقه، لانها كانت خدامه عندهم في الدار. والوقت اللي جاء انه يقابل الام ديالو دخل هو وياها في هاد العلاقه المحرمه، وكان واعدها بالزواج، ولكن هي من تقدم لها الاب ولقات الاب انه واجد وبخير وبخميرو، فهي ما بغاش تسنى الابن ديالو. والاب هنايا راه ما كانش عارف ان الابن ديالو في هاد العلاقه. فاشرف هنا كيقول للدرك الملكي اودي راه كنت انا والزوجه ديال الاب ديالي قبل ما يتزوج بها الاب ديالي على علاقه، ووعدتها بالزواج، ولكن هي من تقدم لها الاب ديالي بعد ما توفات الام ديالي فوافقت، وواخا وافقت على هذا الزواج ودارت العقد مع الاب ديالي بقينا بهذه العلاقه المحرمه. وقال لهم في يوم الاختفاء ان الاب ديالي كينوض في الصباح باش غيمشي للسوق وهي السياره ديالو، وقال لهم مني ناض بكري ما لقات الزوجه ديالو حداه. وهنا خرج كيقلب، قال لهم سمعها انها داويه في البيت ديالي، وهنا قرب والوقت قال لهم اللي حل عنينا داك الباب ديال البيت فكيكتشف الكارثه. قال لهم لقانا بواحد الوضعيه اللي مخله، وهنا بدا كيسب وكيغوت ووعدنا انه غادي يقتلنا. قال لهم انا نط كنجري خفت من الاب ديالي انه يفضحنا ولا يقتلنا. فقال لهم خرجت تبعت الاب ديالي وانا نلقى واحد الفاس في الطريق وانا نتبع الاب ديالي، قال لهم وباغتو كنضربوا جوج ديال الضربات للراس طاح. من بعد قال لهم تبعتني الزوجه ديال الاب ديالي وقلت لها راه خصنا نكملوا عليه باش ما يفضحش الامر ديالنا. وبالفعل قال لهم من بعد جابت واحد السكينه من المطبخ وطعنته عده طعنات. قال لهم من بعد فكرنا كيفاش غنتخلص من هذه الكارثه اللي طحنا فيها انا والزوجه ديال الاب ديالي. ف قال لهم مشينا فكرنا ومشينا للجرده وحفرنا ليه وردمنا عليه باش نبلغوا، ولكن فكرت قال لهم انني خص ديك السياره نديها للخلا
باش نوهم أن بالفعل الأب ديالي راه مشى للسوق، باش نوهم ربما أنه شي حد اختطفو، وبالفعل أن هاد السيارة من بعد ما تهزت عليها العينات ديال البصمات، فلقاو أن البصمات كاينة ديال الأب وكاينة ديال الابن، وبالتالي الابن بغى يوهم الدرك الملكي بهاد القضية ديال السيارة، ولكن دائما كما كنقولوا أن الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. فهاد الزوجة اعتقدت أنها غتفلت من العقاب، فمن بعد ما قتلت هي والابن الزوج ديالها ومشات دارت علاقة خارج الإطار، لأنها كتحسب باقا متزوجة رغم أن الزوج ديالها توفى، لأنها كما نقولوا باقا في العدة. فهنا نسات وتناسات أن راه هي الابن ديال الزوج ديالها أقدموا على جريمة، وبالفعل أن الابن ديالها بلغ على هذه الجريمة. من بعد كيجيبوا زوجة الأب كذلك وكيتقدموا للعدالة بعد ما تخبرت النيابة العامة وحلت الشرطة العلمية وتم استخراج الجثة ديال الهالك من أجل التشريح الطبي، فغيتقدموا جميعا للقضاء. هنا الابن كيتحكم بالمؤبد، بما أن الزوجة المصونة كتحكم ب20 سنة. اش كنستافدوا من هذه الجريمة ديال زنا المحارم أو هذه القضية؟ فكنستافدوا أن بعض المرات بعض النساء كيكون الشيطان ساكن في الرأس ديالهم أو معشش في المخ ديالهم، الشيطان اللي كيكسبهم وكيدمر الحياة ديالهم. فمن بعد أن هاد الزوجة تزوجات ولقات واحد الزوج اللي غيسترها، ولكن طاحت في المحرمات وطاحت في المحظور وطاحت في الزنا المحارم، دمرت الحياة ديالها ودمرت الحياة ديال واحد الشاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تحيات واحترامات قناة لغز الجريمة، إلى الملتقى.